المحليات كان طبقا للقانون. أنا لا أعرف لماذا نختار هذا أو ذاك ومتى، ولا أحد يعرف على وجه اليقين. ولكن الآن القانون، ماذا سنفعل بالقانون؟ هل سننحي القانون جانبا ونلجأ مرة أخرى للشرعية الثورية بحيث أننا نقول أن سوف نؤجل، لأن القانون يحدد أنه يجب أن يكون هناك انتخابات أخرى للمحليات في خلال 60 يوم، وبالطبع إذا تم هذا في خلال 60 يوم ستكون مهزلة. لن يكون هناك، لا هذا الوقت أولا ليس كافيا للقوى الجديدة أن تكون أن تمثل في حوالي 57,000 دائرة أو لا أعرف كم دائرة للانتخابات المحلية، وأن تعمل وأن تجد نصيبا فيها، وستكون فرصة للفلول الحزب الوطني لأن يظهروا مرة أخرى هناك. فبالتالي عملها في خلال هذه 60 يوم ليس من يعني أنتم أمام معضلة، وبذلك سوف ننحي القانون جانبا، سننحي القانون غالبا جانبا ونلجأ للشرعية الثورية مرة أخرى، لنقول أن المحليات سوف يتم تأجيلها. أنا لا أعرف إلى متى، ولكن غالبا بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى إذا كانوا نحن حتى لسنا متأكدين من ميعاد عقد هذه الانتخابات. ولكن ماذا سنفعل في هذه الفترة حتى فلنقل 6 أشهر أو حتى سنة حتى الانتخابات مجالس المحلية؟ هذه ستكون معضلة كبيرة. ولكن أعتقد أن التوافق المحلي، وما أعنيه المحلي وهو يجب أن ننتبه لما حدث في تعيين المحافظين، وهو كان كارثة بكل المقاييس بالنسبة لكل من قام بالثورة. فتعيين المحافظين تم بنفس الطريقة التي كان يتم اختيار بها المحافظين في العهد السابق. هل يمكن أن إذا كنا نسعى لعهد جديد في المحليات بالبداية يجب أن يكون هناك صيغة أخرى. نعم، بالبداية قلت أيوه؟ بأن تونس تفادت مشكلة الفراغ